أهلا بيكم متابعي قناة أسرار الشاشة. هنقدم النهاردة ليكم أحدث صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينات لمنتصف الستينات، اللي اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكتر من 55 سنة بعد اعتزالها سنة 1965. هنشوف النهاردة أحدث ظهور ليها مع ابنها الوحيد شيرين. الفنانة كريمان استطاعت الحصول على البطولة المطلقة في أول أدوارها، وذلك بعدما فازت في مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة آسيا داغر، بعد ما الفنانة كريمان خدعتها إنها بنت كبيرة ولبست كعب عالي وفستان علشان تكسب المسابقة. وبالفعل تم اختيارها بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوي وماري منيب وميمي شكيب. شاركت أيضا كريمان في أفلام الفانوس السحري مع إسماعيل ياسين، وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنين، وشاركت في العديد من المسرحيات. من أشهر أدوار الفنانة كريمان التي عرفها الجمهور دورها في فيلم تمر حنة، حيث قامت بدور الفتاة الغنية التي تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاكف تناديها دايما في الفيلم بكلمة يا مسخة. كما كان من أشهر أدوارها سلوى في فيلم سكر هانم، وعايدة في فيلم مراتي مدير عام. قالت الفنانة المعتزلة في حوار حصري ليها أنها تركت الفن بعد زواجها وإنجابها ابنها الوحيد شيرين، حيث أرادت أن تتفرغ لرعايته وتربيته، واعتزلت الفن سنة 1965. ودي أحدث صورة ليها وأحدث ظهور ليها مع ابنها شيرين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واستنوني في حلقة جديدة وحكاية جديدة.